Hey guys, this is Deep Badman. النهارده هعمل لكم part 2 من انواع البنات في الامتحانات. وانواع البنات في الامتحانات ده كان فيلم عملته قبل كده، وجت بنوته من متابعيني كتبت لي في الكومنتس ان هي عايزه part 2 منه. فمش هحط لايك سبسكرايب في القناه عشان خاطر تشوف باقي الاجزاء وباقي الحلقات التانية وباقي حلقات التوكا بوكا التانية. بحبكم قوي ويلا بينا نبدا. في المدرسه، هاي يا بنات، هاي، وحشتوني كلكم، هاي، وحشتوني بجد بجد بجد. عايزه اخد رايكم، لو انت تاخدوا مراجعات مع مين؟ انا عن نفسي هاخده مع محمد دتونه، جامد جامد جامد، كل مراجعاته في الكيمياء توب التوب. طب والفيزياء؟ لا، بالنسبه للفيزياء هاخد مع اميره منيره. لا جامده في الفيزياء الصراحه. طب والايه هو تحقيق وخلاص. انا اسف. وانتي؟ افتكرت مكالمة لازم اروح اعملها في الشبكة. يلا باي يا بنات. في حاجة؟ لا ولا حاجة. طبعا كل واحدة فيكم عارفة ان الامتحانات الشهر اللي جاي، ومعنى ان الامتحانات الشهر اللي جاي يعني الشهر هيعدي كده في لمحة عين، فلازم كل واحدة فيكم تدح كويس جدا جدا جدا. وانا عارفة مين هينجح وعارفة مين مش هيفلح. يلا بقى دلوقتي نخش على مراجعة الكيمياء بتاعتي. بابي حبيبي، عايزة ايه؟ النهاردة عرفت المدرسين اللي بنت المديحة الدحيحة اللي عندنا هتاخد عندهم مراجعات، وان شاء الله هجيب درجة عالية جدا 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 ومجموع يرفع راسك يا بابي ان شاء الله. روحي ذاكري بقى. هحاول. ماشي يا باي. اذاكر؟ ايه ده؟ اصلا كده احنا معانا فلوس كتير قوي، يعني اصلا مش مهم ان انا اصلا اجيب مجموع عالي، انا هخش كليه خاصه وخلاص. يا رب ما كنتش واعد بلسانها، يا رب ما كنتش واعد بلسانها، يا رب ما كنتش واعد بلسانها. تعالي لي هنا. في يا ماما؟ تعالي لي بقولك. اوعي تكوني قلتي هتاخدي مراجعات مع مين. لا يا ماما. ولما البت اللي حربوقه دي سالتني قلت لها افتكرت مكالمه مهمه جدا لازم اسويها جنب الشبكه، فرحت بقى وهبلت اي حاجه عبال ما هي تمشي. شاطر تربيتي. يلا يا بنتي جري روحي تذاكري. يلا، انت مش عارفه ان فاضل شهر والشهر ده بيعدي كات، لازم انت تروحي تذاكري. حاضر يا ماما، حاضر، راح اذاكر راح. اوف بجد اوف، المذاكره بتاخد وقت وجهد. انا لازم اذاكر عشان امتحانات الثانويه العامه ما بتهزرش. انا لازم ابصمج، مفيش غير الحل ده، لان انا مش فاهمه اي حاجه، لازم احفظ ومش مهم افهم. اوكي. ودي طبعا البنت البصمجيه اللي بتبصمج كل حاجه في المواد، لان هي يا عيني مش بتفهم كل حاجه من يعني انا مصدقاها، لان انا كنت اتحطيت في مواقف الزباله دي قبل كده. فهي دي البصمجيه. يلا بينا نشوف البنوته اللي بعدها هتعمل ايه في المذاكره. ايه ده؟ ايه كل السموع دي؟ هو في حد بيعمل طقوس هنا؟ الحمد لله باب مردود مش ناقصه. ماما شفتي يا ماما؟ ايه اخبار؟ حصل حاجه في المدرسه؟ اخدنا في مراجعه في المدرسه، مراجعه كيمياء ومراجعه فيزياء، الاتنين زي يعني رز اللوز، سهلين جدا 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 وفهمتهم من اول ما المدرسه قالت اول حرف. هي دي خلفه ولا بلاش؟ يلا روحي ذاكري بقى عشان خاطر كده عايزاكي تضحي عشان تجيبي لنا مجموع ان شاء الله 100%. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانا بقى هروح اعمل لك احلى اكله كده وكوبايه عصير مانجا تشربيهم وانت بتذاكري. يا رب تكون هي، يا رب تكون هي. خالته حبيبتي، يلا بقى عشان اعمل لك الغدا. هسه عملتي ايه في المدرسه؟ ايه ده؟ في ايه؟ مالها؟ في ايه؟ مالك؟ مالك في ايه؟ ما كل المذاكرات والملازم والكتب عندك اهو، يلا ذاكري. حاجات كتير واجبات كتير. لا خلاص، انا مش نافعه دي يا بنتي. لا مين قال كده؟ انتي نافعه، بس لو ذاكرتي وبطلتي عياط.
لا لا لا. خايفة. لو قبل الامتحان في يوم هتعملي فيا ايه؟ قبل الامتحان بيوم. فاضل يوم على الامتحان. وانا بخيبتي ما ذاكرتش حاجة. عمال اعيط. وانا بخيبتي ما نمتش خالص بسببك. عمالة تعيطي. بعد كده يا خالته بتتريق عليا في حس شدتك ايه بس؟ ده انا اللي في شدة. الحمد لله خلصت بصمجة خلاص. هروح اقول لماما. مامي خلصت حفظ ومذاكرة وبقيت حافظة كل حاجة صم. ماما دي امتحاناتي ولا ايه؟ يو بقى بشوف نجم مهم جدا مش باين من الشمس فلازم اركز. اوف بقى عايزة ايه بس؟ بقولك خلاص حفظت وذاكرت. ماشي اعملك ايه؟ اتس اوكي. اوف بجد. في يوم الامتحانات كانت مجزرة. يلا بينا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. ايه ده انتوا ما غيرتوش هدومكم ليه؟ انا الصراحه ما لحقتش خالص. كنت عماله اذاكر وما لحقتش حتى استحمى. اف ايه؟ وانت اصلا سميتي ريحه من اساسه؟ صح. ايوه صح. معلش شكلها ريحتك انتي بقى. ما تحترمي نفسك يا بت ما بت. خلاص استهدوا بالله مش ناقصاكي. وبعدين مالك متسنجه علينا كده ليه؟ ولا حاجه. بابي ما رضاش يديني 300 جنيه حتى. عطاني بس 100 جنيه. مش هو لسه عطيكي كارت فيزا جواه 1,000,000 جنيه؟ شفتي ازاي؟ يا بنتي انا محدش يتوقعني. بس انا برضو خايفة جدا عشان هم بيقولوا الامتحان هيبقى اوبن بوك. اوبن بوك؟ انتوا ما تعرفوش ازاي؟ ده في كل حتة على الفيس وكل مواقع التواصل الاجتماعي كاتب فيها ان امتحان الثانوية العامة هيكون اوبن بوك. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انا حفظته وسميته من الكتاب ده؟ ايوه كله في يا نهار اسود. اعمل ايه دلوقتي؟ انا كده سقطة خلاص. اهدي يا بنتي. مش حتة امتحان يعني هو اللي عامل فيكي كاتس. امي هي اللي هتعمل فيا كده. في الامتحان هاي انا اللي هقف عليكم في الامتحان. ثانية واحدة بس اروح اجيب لكم ورق الامتحان. محدش فيكم يتحرك واللي عينه هتتحرك من على الورقة يا ويله. ميس ميرنا قلبي لو حصل اي حاجة هتسلي الدرجات. على فكرة بقى كده واسطة. ايوه في ايه يا جدعان؟ اهدوا ما كل واحد فينا ليه واسطة. يعني انتي مستر محمد واسطتك وانتي ميس لمياء واسطتك وانا واسطتي كل المدرسة. اصلا انا بابايا غني جدا وبيدي كل ميس فيهم وكل مستر 1,000,000 جنيه كل سنة. انتي كذابة. عمر ما باباكي رجله حتبت في المدرسة هنا. اوف بجد اوف. كل واحد يبقى في حاله. خدي يا ام لسان طويل. خدي يا استاذة. خدي يلا. ما شافش ولا واحدة فيكم عينيها كده متدوره من ورقتها. يا سلام على الكلام. يا نهار اسود. حضرتك ده امتحان مش جنازة. وبعدين كل واحدة فيكم تهدى. يلا اهو اديني فاهمة حاجة على الأقل. في كام سؤال كده لقطتهم. عقبال الباقي انا مش فاهمة حاجة خالص. يا ريتني كنت ذاكرت او بصيت على كتاب. بس كده بابا معاه فلوس كتير. هخش جامعة خاصة وخلاص. الموضوع يكون فيها نجد. اوكي ههبل اي حاجة. وده كان يوم الامتحان وزي ما قلت لكم كانت مجزرة. ودلوقتي طلعت النتيجة وهقولها لكم. ثانية. هنبدأ. مديحة الدحيحة جابت 100%. وجيهان البصمجية جابت 80%. ونور العيوطة جابت 60%. وبيوفانا الغنية جابت 10%. ويلا بينا نشوف بسرعة مين اللي سافر وراح عند الأجانب.
ومين اللي اتعمل منه ملوخية بالأرانب؟ ماما تعالي، أنا جبت النتيجة. وريني. جبت 100%. شطورة، يلا بينا نسافر كل حتة في الدنيا وهدلعك دلع. ماشي. يلا بينا نزغرط في البلكونات، خلي الناس تعرف. يلا يا ربنا دي تكون كويسة، مش ناقصة ندب وشنا في الأرض زي النعامة. خالته أنا جبت النتيجة. ورينا افتحي الظرف. ايه 60%. والله ذاكرت كويس. تعالي لي هنا هوريكي خالتك وش خالتك التاني اللي عندك ما شفتيهوش. تعالي. لا يا رب بنتي ان شاء الله تجيب 90%. كويس برضو. ماما انا جبت النتيجة، تعالي نشوفها. ماشي، ربنا يستر يا رب جبت 80%. حلو، مش وحش. ايه بقى، ملناش حاجة ولا ايه؟ ماشي، هديكي 200 جنيه و40 جنيه كمان تجيبي لك رغيف حواوشي. يلا. شكرا قوي. العفو. بابي انت فين يا بابي؟ انا هو يا عمي. ايه اخبار انت جبتيها؟ ايوه جبتها. طب افتحيها. استني ايه؟ وانا واثق في بنتي ان هي تجيب مجموع حلو وترفع مصر. ان شاء الله يا بابا. وريني كده. ايه ده مجموع يا بابا. انت بتهزري معايا صح؟ ورامز جال هيطلع من الخلفيه. يا بابا مش بهزر يا بابا، ده حقيقة. ايه ده؟ بنتي بيوفانا تجيب 10% بس. دول 10% دول ما يدخلوش كلية البسكوت. يا بابي انا بس كنت محتاجة 3 مليون جنيه، 4 مليون، 5 مليون عشان اخش جامعة خاصة. نعم يا حبيبتي. او معيش فلوس. ايه اللي معكش فلوس؟ معيش فلوس، عطيتك كل اللي في الفيزا. يعني ايه يا بابا؟ فاكره المليون جنيه اللي عطيتهم لك في الفيزا ادخلي بيهم جامعه خاصه. يا بابي صرفتهم وانا مالي بيكي. يا بابي هتسيبني كده؟ ولا جامعه عايزه تقبلني ولا معايا فلوس اخش جامعه خاصه؟